أدير عبر البريفيريك المنطلق من رأس جبل أكادير أوفلا نزولا إلى المدينة. إطلالة رائعة. طبعا هذا من هنا الميناء، الجانب الآخر كما يبدو مارينا. بصراحة أنا شفت عدد من هذه وسائل التنقل، هذا البريفيريك، ولا سيما في مدينة سافانجا بتركيا، على بعد حوالي 100 كيلومتر من مدينة إسطنبول. لكن صراحة هذا البريفيريك ديال أكادير رائع جدا وعصري جدا وإتقان تام، أحسن من البريفيريك ديال سافانجا مدينة تركيا. ربما في سافانجا البريفيريك طويل، لكن هذا رائع جدا وهادئ تماما، رائع. هي إطلالة بانورامية على مدينة أكادير. أنا كما قلت من قبل في إحدى البثوث أشجع حقيقة السياحة الداخلية، بدلا من الإنسان يذهب هنا وهناك وفيه نفقات أموال باهظة. على أقل تقدير الإنسان يكون يعني متجولا وسائحا في بلاده. انظر الطرقات، طرقات عصرية حقيقة رائعة جدا. المدينة مؤخرا خضعت لإصلاحات هائلة. أنا دائما عندما أتواجد في هذه المدينة الساحرة مدينة أكادير، لا يغيب عني اهتمام الساكنة، اهتمام السكان الأصليين وهم أهل سوس. لا يغيب عني أبدا اهتمامهم بالعلم بالقرآن الكريم. في هذه المدينة وفي ضواحيها عدد كبير من المساجد القرآنية والمدارس القرآنية والتعليم العتيق والتعليم الأصلي، حفظ للقرآن الكريم ودارسون للغة العربية ولعلوم الشريعة، لعلوم القرآن وعلوم السنة. شيء هائل جدا. فهذه مدينة المنطقة أمازيغية بامتياز. سوس، أهل سوس مدينة العلم، مدينة القرآن. ويعني مما يتميز به أهل أكادير، أهل سوس عموما لهم صفة متميزة جدا جدا جدا، وهي صفة الكرم. هؤلاء القوم هنا كرماء إلى حد الإعجاز، يعني ربما الإنسان لا يجاريهم في كرمهم، كرماء إلى حد بعيد. مدينة أكادير من المدن المغربية التي ستقام فيها أو ستجرى فوق أرضها وفوق ملعبها الكبير العصري. يبدو من هناك ربما يعني من هنا أهل البلد يرونه طبعا. ستجرى هنا مباريات الكان، الاتحاد الإفريقي، كأس إفريقيا للأمم، وكذلك نهاية كأس العالم. المغرب حظي بإعداد أو تهيئ أو استضافة كأس العالم صحبة المملكة الإسبانية والبرتغال. مدينة أكادير من المدن التي ستقام فيها المباريات كأس العالم 2030، سنة 2030 إن شاء الله. إذا كنا من أهل الدنيا سنتابع المنتخب المغربي المحبوب. قلت هذا البريفيريك مما يتميز به الهدوء التام، سكينة هائلة جدا، بخلاف كما قلت البريفيريك في أماكن أخرى ربما تجدون بعض
الحركات، وبعد ربما يتوقف ويستأنف لسبب أو لآخر، لكن هذا ما شاء الله حقا بني بإتقان. الله أسس بإتقان، ومدينة أكادير تستحق هذه العناية. يعني البنية التحتية في مدينة أكادير لا تناقش، لا تناقش. مدينة من حيث الطرقات البنية التحتية عموما شيء رائع جدا، شيء رائع. تستحق، والله تستحق. أهل هذه المدينة يستحقون. مدينة أكادير ومدينة إنزغان المجاورة ملتصقة بمدينة أكادير. هناك مدن أخرى قريبة جدا من مدينة أكادير، سيدي بيبي، ما نعرفياش، أنا آسف لا أحفظ هذه الأسماء، ولكن بسم الله ما شاء الله رائعة. إذن إخواني، تصاحبونني في هذه الرحلة على متن البريفيريك، نزولا من جبل أوفلا إلى السفح، إلى المدينة. جبل أوفلا. طبعا المشاهد، هذه المشاهد بالليل تكون أيضا طابع خاص. الإنارة كثر. باقي كنتكلموا على البنية التحتية. مدينة أكادير مدينة أيضا حظيت بإكرام كبير من البلدية ومن المسؤولين. الإنارة فيها إنارة ممتازة جدا. إذن أرجع إلى مكاني لألتقط إليكم لكم هذه الصور الرائعة جدا عبر هذا البث المباشر. وصلنا الحمد لله تقريبا. هذه هي نقطة الانطلاق. والله أدعوكم من كل قلبي لمن لم يزور بعد مدينة أكادير أن تكون الوجهة الأولى إذا تيسر في القريب العاجل إلى هذه المدينة. مدينة الترحيب ومدينة الكرم كما قلت لكم. بسم الله ما شاء الله. إذن وصلنا إلى النهاية، فسنتوقف إن شاء الله. أسأل الله عز وجل لي ولكم كل سعادة الدنيا والآخرة.